السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم مجددا بعد آخر فيديو أنا عملته. كان عن فيلم الصعود إلى الهاوية اللي كان في قناة ميلودي أفلام. أنا حبيت أتكلم عن الفيلم، لان انا شخصيا انا بحب مثلا لما اتفرج على فيلم مخابراتي او فيلم عسكري او فيلم كذا اشوف الخلفيه بتاعته، اشوف ما وراء الكواليس. فانا حبيت اقدم ده للي بيحب ده. عامة هو اصلا شيء لذيذ انك تعرف حاجات، يعني فيلم تاريخي تعرف الاحداث التاريخيه مثلا او كده. وطبعا ده يعني لما نشوف الافلام المخابراتيه او المسلسلات المخابراتيه يبقى عندنا الولاء الوطني والولاء للوطن. ده شيء اكيد يعني. الفن شيء جميل. الفن بمختلف اشكاله يعني. وفن التمثيل برضه هو كويس يعني. كثير من الافلام مثلا فيها ما يسيء. يعني هو مش الفن مش مرادف للخلاعة مثلا. لا، هو الفن يعني حلال حلال وحرام حرام اكيد. والفن له تأثير قوي كويس يعني. كل أديب فنان وليس كل فنان أديب، ده من وجهة نظري. كنت أنا رحت عند نادي القصة في أسيوط. طبعا أنا أول مرة أشير إن أنا من أسيوط. نادي القصة في أسيوط، وجبت لهم القصص بتاعتي اللي هي يعني كان أبرزها القصتين على حافة الهاوية اللي أنا جايبها هنا في اليوتيوب، وقصة حب وتمثيل موجودة في المدونة بتاعتي. يعني اللي يفتح المدونة يعني في الصفحة بتاعتي في المدونة هيلاقي يعني أول قصة على طول. قيل يعني عن القصة اللي هي بتاعت على حافة الهاوية انها مثلا نموذج مصغر لرواية، ودي مش قصة قصيرة عشان ما فيهاش اركان القصة القصيرة وكده. فيعني انا طبعا مش هقدر اعلق يعني، بس وانا لسه في البداية. بس يعني شخص بيقول مذكراته، يعني مذكراته باختصار مثلا. ففي حاجات مثلا يعني انا دلوقتي لما اقول قصة حياتي باختصار على سبيل المثال، في شوية حاجات هغفل عنها، في شوية حاجات مش هركز عليها، مش عايز اتكلم كتير يعني. كمان في القصة بتاعت حب وتمثيل قيل ان هي برضو متراهلة شوية، متراهلة يعني فيها حاجات كتير حواشي مش ملهاش لازمة وكده يعني. فيمكن عشان الوصف الكتير اللي انا وصفته، وكمان عشان الاسماء، عشان سميت كم اسم يعني. وانا شايف ان هما مطلوبين نوعا ما نوعا ما. القصص بتاعتي قصص كانت مباشرة يعني. انا كانت قصص مباشرة، قصص سهلة وبسيطة وبتاع. يمكن الجماعة دول قالوا ان يعني هو بيعجبهم القصص اللي هي غير المباشرة اكتر يعني. من ضمن اللي شفته يعني انا مش عارف، في ناس بتقول لازم ايه المتلقي يصعد، المتلقي او القارئ يصعد لمستوى المؤلف، مش المؤلف اللي ينزل له.
فانا بستغرب يعني للامر يعني، لعل ما يكونش كده فعلا يعني. آه، فيعني يعني انا عايز ايه، انا عايز جمهور، يعني مش جمهور المثقفين بس، يعني جمهور مختلف الجمهور. فانا اتمنى ان يبقى فيه الجمهور يكون مثقف، عشان الادب مثلا يؤتي ثماره يعني، عشان الناس تقرا كده. فيعني انا اتمنى ان انا بقدر ما اتعلم واعلم من خلال اليوتيوب. لكن بغض النظر عن كل ده، انا عايز اكلمكم عن مثلا الرمزيه، مثلا الرمزيه مثلا في الحاجات الكويسه جدا اللي هي بتاعت آه، محمد جلال عبد القوي. طبعا ده كاتب كبير، يعني المرسى والبحار، حضرة المتهم أبي، حاجات كتير جو سوق العصر. آه، برضو عم آدم، حاجات كتير جو كتبها محمد جلال عبد القوي. لو تفتكروا المسلسل اللي هو بتاع سوق العصر، كان بيرمز لا اسف، المال والبنون برضو بجزئيه الاثنين هو اللي كاتبهم. كان عنده الرمزيه دي اللي هي مثلا غير المباشره، او اللي فيها اسقاط سياسي، او الحاجات اللي هي لها دلاله سياسيه، او الرموز يعني كده يعني. اظن المعنى يعني مش فاهم يكون مثال المعنى واضح يعني. كان استاذ محمد جلال عبد القوي كاتب عن المسلسل، جايب أميرة عرابي في الجزء الثاني. أميرة عرابي، أنا يعني خلي بالكم من الجزئية دي. هو طبعا محمد جلال عبد القوي بيكتب يعني هو تلاقي حتة الرمزية، أو تلاقي المسلسلات بتاعته زي المسرح كده، نفس النظام مع يسري الجندي. مثلا في سوق العصر كان حلمي عسكر، او مثلا منصور اللي هو البطل، باعتبار ان هو المناضل ده منصور وكده، والسيد اللي هو كان بيعزف على العود، يعني الأصالة، أو حاجات كتير يعني بتتفهم من خلال السياق آه، المسلسل. المثقفين مثلا بيركزوا في الحاجات دي وبيفهموها. يعني أبسط مثال المسلسل اللي هو بتاع السنة اللي فاتت بتاع محمد صبحي، اللي هو عايش في الغيبوبة، برضه نفس النظام. أنا كان نفسي أتكلم عليه بس ما حصلش نصيب يعني. آه، نفس النظام يعني في الموضوع ده. أنا كان نفسي أتكلم يعني، أو أكتب في دماغي مسرحية ولا حاجة كده، أسرار غير حيوية وغير عسكرية. كان نفسي أكتب عن مصطفى، البطل مصطفى، مصارع مصارع مصري. لسه يعني، لسه الفكرة في دماغي، اللي عايز اقتبسها يتفضل. مصارع مصري قوي جدا ومشهور بقوته، و تتخلى عنه حبيبته، هو يتخلى عنها، اللي هي أميمة عرابي، مش أميرة عرابي. يعني أنا أظن أميرة عرابي اللي هي كانت أو أنا كنت هسميها أميمة عرابي. مصطفى طبعا البطل المصارع القوي ده بيحصل له لحظات انكسار معينة، ما تكونش فيه هو يعني يكون تراخى شوية وكده. طبعا أميمة عرابي دي أنا ما حطيتش في دماغي هيكون مصيرها إيه يعني.